بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فقره جديده في قناه الكره مع الجوكر. وطبعا منذ قليل انتهت مباراه الاهلي وباتشوكا بركلات الجزاء. وطبعا ركلات الجزاء كالعاده تبتسم لباتشوكا. ما اعرفش يعني عمر كمال ابو واحد يا جماعه في حاله نحس بجد والله بينه وبين باتشوكا بالذات. يعني عمر كمال شاطر حلو وكل حاجه، لكن المباراه عامه كان فيها دروس مستفاده كتير. طبعا المباراه شهدت عوده لعب طبعا كل الصفقات، زيزو، بيكهام، ديانج، بالرمضان كله لعب. لكن الكور القطريه يا جماعه في قلب الدفاع دي خطيره جدا. يعني تعال نشوف الهدف الاول بتاع باتشوكا، هنلاقي قطريه يعني ثرو صغير كده عدى. كمان محمود تريزيجيه وضع هدف جميل جدا. طبعا هارد لك للاهلي طبعا في كل اللي جاي، اتمنى يكون اتعلم الدرس ده بالذات في حته الدفاع والكلام ده. طبعا كمان منتخب البرتغال بيتوج بدوري الامم بركلات الجزاء برضو امام المنتخب الاسباني، طبعا بعد التعادل في الوقت الاضافي والوقت الاصلي بهدفين لكل فريق. مبروك للمنتخب البرتغالي، هارد لك للمنتخب الاسباني. كمان المنتخب الفرنسي بيحسم المركز الثالث لفريق طبعا على فوزه على المنتخب الالماني عن طريق كيليان امبابي واللاعب اوليسي. كمان طبعا طبعا هنيجي بقى نلعب بقى في المستنقع بتاعنا كاس الرابطه. وطبعا سيراميكا يضرب موعد مع البنك. طبعا سيراميكا فاز على الاسماعيلي ذهابا وايابا مجموع 3 اهداف لمقابل لا شيء. طبعا كمان البنك نجح انه تعادل مع انبي، لكن نجح في الفوز في الذهاب بهدفين مقابل هدف. طبعا ان شاء الله نهائي الرابطه ده هيبقى يوم 12 باذن الله. طبعا يا اخوانا ان شاء الله هنطلع متاخر بقى الايام الجايه دي عشان كاس العالم. وطبعا بالتوفيق للنادي الاهلي ممثل مصر. طبعا هنخش بقى، أنا مش عايزين نتكلم على زيزو دلوقتي يعني، بس في كده تصريح لعمرو سماكه عايز اخش عليه بعد كده نتكلم على زيزو. عمرو سماكه بيقول لك ان الزمالك عرض عليه شوالين فلوس وهو رفض ورجع في الاهلي. بجد والله يا سماكه مش عايز اقول لك بطل تلزقها شويه في الزمالك، لانه اقسم بالله احنا ما شفناكش اصلا في الاهلي. يعني عمرو سماكه حرفيا، انا يا جماعه مع كل احترامي لاخواتي الاهلاويه، هاتوا لي بس مباراه كده، هاتوا لي بس والله عمرو سماكه كان لابس في تيشيرت رقم كام. عمرو سماكه كان بيلبس رقم كام في الاهلي؟ لان انا فعلا حرفيا انا كنت اعرف ان في لعيب في الاهلي اسمه عمرو سماكه، لكن لعب ما شفناهوش دكه. طبعا ده بالنسبه لعمرو سماكه. طبعا بالتوفيق للنادي الاهلي اللي جاي ان شاء الله. نخش بقى على التصريحات زيزو، وانا اصلا والله كاتبها له. يعني نخش على اول تصريح بيقول لك تم سب والدي اخر 8 شهور وانا جاي ادافع عن عمل 5 مواسم. طبعا يعني كلنا عارفين حوار السمسره، وطبعا وكان ابوه طالب العمولات والكلام ده كله. ده اول تصريح. طبعا التصريح الثاني اللي قاله زيزو، قال لك كل حاجه مش مستقره في الزمالك باستثناء الجماهير. اصدقك في دي يا زيزو، دي اصدقك فيها، لان فعلا للاسف ادارتنا متهلهله والكلام ده كله. طبعا في رساله في الاخر هنقولها. طبعا عرض الشباب ورفض الزمالك كلنا عارفين. طبعا كان ساعتها في لجنه مؤقته اللي هي بتاعت حسن موسى على ما اعتقد، وطبعا ساعتها رفضوا العرض لان كانت لجنه تسيير اعمال لغايه بس ما يمسك حسين لبيب بعديها. طبعا بيقول لك اتفقت على التجديد ب 50 مليون لكن الاداره ما وفتش. لا انت كداب في ده يا زيزو، لان الاداره جابت لك 3 عروض. اول عرض كان 35 مليون، تاني عرض طبعا بعد تدخل ممدوح حباس بقى 65، العرض الاخير كان 85 ومعاه شهر الاعاره بتاع العين الاماراتي. ده كان اخر عرض للزمالك اتقدم لزيزو، ده اخر عرض. طبعا نخش بيقول لك والدي لم يطلب عموله واتظلم كتير. لا والدك طلب عموله وانت عارف الكلام ده يا زيزو، او انت مش عارف يعني كله شاف الكلام ده، وان ابوك كان طالب عمولات كتير قوي في الحوار ده. يقتل اصنع التاريخ مع النادي الاهلي. مع كل الاحترام لاخواتي الاهلاويه، انت ما جيتش عشان تصنع تاريخ الاهلي، انت جيت عشان الاهلي دفع لك اكتر، لا اكتر ولا اقل. يعني مش عايز اقول بالونه ومش بالونه، الكلام اللي كان بيقوله طبعا بعض جماهير الاهلي على زيزو لما كان بيلعب في الزمالك. طبعا بالتوفيق لزيزو في النادي الاهلي وبالتوفيق ليه في اللي جاي باذن الله. طبعا بيقول لك ال5 سنين اللي لعبهم، ال5 مواسم اللي لعبهم في الزمالك كانهم ما حصلوش بسبب المشاكل. صدقني يعني جماهير الزمالك برضه هتنسى الموضوع ده، هينسوا الموضوع ده برضو خلاص. يعني طبعا صفحه زيزو اتطوت اصلا بعد حوار تاشيره امريكا. وطبعا الحوار ده احنا جايين له، قال لك قرار تمزيق صورتي جاء بامر بالاداره. طبعا قبلها يا اخوانا كان طبعا لو فاكرين قرار الفيزا ده طلع في وقت ماتش الزمالك وستيلن بوش، المباراه بتاعت الكونفدراليه اللي الزمالك خسرها هنا. كان ساعتها طبعا زيزو قال انه متصاب والكلام ده كله، واتفاجئ ساعتها اداره الزمالك طبعا التاشيره والكلام ده كله. طبعا بيقول لك اخترت الاهلي عشان عيلتي اهلاويه والكلام ده. يا جماعه نفس الكلام ده كده قالوا كذا، قالوا برضو امام عاشور على ما اعتقد. وبرضو قال لك الخطيب قال لي احترم جماهير الزمالك والكلام ده كله. مع كل احترامي للخطيب ومع كل احترامي للعيبه، هو انتوا يا جماعه بتقروا من نفس الورقه؟
بجد والله، مع احترامي الكبير لاخواتي الاهلاويه والله، اللعيبه دي بتقرا من نفس الورقه، نفس السكريبت. فبجد والله بيقول لك فضلت الاهلي على الرغم من عرض الزمالك المغري. عرض الزمالك ابو 85 المغري، فضلته على ابو 100 مليون. العقد طبعا كان واضح وكلنا شفنا الكلام ده. العرض ابو 85 مليون انت فضلت عليه عرض ابو 100 مليون. فمش هنتكلم على الموضوع ده طبعا يا زيزو، بالتوفيق ليك في اللي جاي، مش عايز اتكلم في بقيه التصاريح. لكن طبعا صاحب القهوه بسم الله ما شاء الله ابراهيم فايق صاحب القهوه، قعد طبعا يعني كان عايز يخبط حته كده في الزمالك، لكن برضه زيزو قال لك الاداره ومش الاداره. كلنا عارفين يا زيزو ان حوار الاداره، وطبعا احنا عارفين ان انت كمان غلطان، لكن برضه ده ما يمنعش ان الاداره بتاعتنا غلطانه. زيزو طبعا كان بيمط كتير في الكلام ده، وكده كده زيزو كان مخلص اصلا من بعد كمان مباراه سيراميكا لما اقول لك هيبقى في جلسه تعاقد. وطبعا ساعتها زيزو ما جاش جلسه التعاقد، بعدها طبعا غياب من التدريبات، بعدها بيقول لك انا بطالب نادي الزمالك انها تامني وتحميني والكلام ده كله. طب ما انت جيت نادي الزمالك ومحدش يا ابني عمل لك حاجه. فبجد والله العظيم يا زيزو انت ما كنتش جدي في الاول، ولا حتى اداره الزمالك كانت جديه. انت كنت مخلص مع النادي الاهلي، وحتى ما قلت لهمش التاشيره وحوار طبعا التحقيق اللي انت كنت رايح عشان تصيف، رايح ميامي عشان تصيف. وطبعا زيزو بيقول لك ان في انديه طلبته كتير. انت فين الانديه اللي طلبتك اصلا وهي رايحه كاس العالم؟ الا النادي الاهلي بس، والنادي العين برضو طلبك. كان طبعا عن طريق ده العرض الثالث اللي قدمه ساعتها خلف الحبطور، على فكره كان احد رجال الاعمال الاماراتيين ومحب النادي الزمالك، وطبعا طلب ضمك لمده شهر، اللي هو طبعا عرض ال 85 مليون وشهر الاعاره بتاع العين. ده النادي الوحيد اللي طلبك بعد النادي الاهلي، غير كده مفيش. طبعا يا اخوانا اتمنى ربكم اشتقلت عليكم. طبعا كل سنه وانتم طيبين، وطبعا احنا في اخر ايام العيد خلاص، هنعود بقى للحياه العمليه تاني. طبعا يعني ما تنسوش الدعاء لاخواتكم في غزه. ربنا يا رب ينصرك يا غزه على من يعاداك يا رب ولمن خذلك. طبعا يا رب اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم منا خالص التقدير والحب والاحترام. طبعا رسالتي بقى لكل الناس، يا جماعه مش اي حد يبوس الشعار ويقول لك انا بحب النادي. لا دلوقتي يا اخوانا الانتماء بقى بيتشرب الفلوس. دي الرساله اللي انا بقولها بقى لكل اللعيبه، يعني بقى كل الجماهير. الانتماء دلوقتي بقى للجماهير، مش اي حد يعمل لك كده يبقى لا، مش اي حد يعمل لك كده دلوقتي تثق فيه. شفنا الكلام ده في ناس كتير جدا، شفناها في رمضان، شفناها في عبد الله، شفناها في زيزو اهو، شفناها في امام عاشور، وشفناها في اسمه دون، شفناها في بن شرقي، شفناها في ناس كتير قوي. الانتماء دلوقتي اللي يدفع اكتر، ده دلوقتي اللي احنا بقينا بنشوفه اصلا. دي رسالتنا لكل الناس. طبعا كل سنه وانتم طيبين، وطبعا اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه. وطبعا نختم بخير ختام، وهي الصلاه على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ربنا يا رب ينصر اهل غزه على من عاداهم ومن خذلهم. اترككم في رعايه الله. السلام عليكم. Go, 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 we can